كيفاش المغرب عرف النوايا ديال إيران في منطقة جبل طارق أو في مضيق جبل طارق؟ حنا غنشرح لكم الموضوع كيتعلق بتحركات جيوسياسية استراتيجية دارها المغرب باش يحمي الأمن القومي ديالو والمصالح الدولية في منطقة مضيق جبل طارق. المغرب ما سدش الباب بالمعنى المادي في وجه إيران حيتاش المضيق ممر دولي، ولكن سدوا من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية عبر مجموعة من الخطوات الذكية. تعزيز التحالفات العسكرية الدولية. المغرب تعتبر حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة. هذه الشراكة خلت المغرب يولي الضامن للأمن في المنطقة. مناورات الأسد الأفريقي، هذه التدريب السنوية الكبيرة كتركز بزاف على تأمين السواحل ومواجهة التهديدات عبر غير النمطية بحال الميليشيات أو القوات غير النظامية. القاعدة البحرية بالقصر الصغير، هذه القاعدة هي الوحيدة من نوعها في المنطقة اللي مخصصة حصريا للبحرية الملكية، وعندها مكان استراتيجي كيخلي المغرب يراقب أي تحركات مشبوهة داخل أو خارج المضيق بفعالية عالية. تاني حاجة اللي دار المغرب واللي هي محاصرة التغلغل الإيراني في إفريقيا. إيران كانت كتحاول تستعمل القارة الإفريقية كباب خلفي للوصول للممرات المائية الحساسة. قطع العلاقات الدبلوماسية في 2018، المغرب قطع علاقاته مع إيران بشكل صريح واتهمها بدعم جبهة البوليزاريو عبر حزب الله. هذه الخطوة خلات أي تحرك إيراني في المنطقة سواء عسكري أو استخباراتي تحت المجهر ومرفوض جملة وتفصيلا. الدبلوماسية الروحية، المغرب كيحارب التشيع اللي كتعملو إيران كقوة ناعمة باش تغلغل في المجتمعات، وهذا الشيء كيقطع الطريق على تكوين خلايا موالية لطهران قريبة من المضيق. ثالث حاجة اللي دار المغرب وهي التطور التكنولوجي والمراقبة. المغرب استثمر بزاف في التكنولوجيا المراقبة اللي كتخلي الباب مضيوق على أي محاولة اختراق. الأقمار الصناعية محمد السادس ألف وباء، هاد الأقمار كتعطي المغرب قدرة على رصد السفن والتحركات المشبوهة بدقة عالية جدا على طول الساحل الأطلسي والمتوسطي، زائد الرادارات والطائرات بدون طيار. المغرب ولا كيمتلك أحدث الدرونات بحال بروقدار ودرونات انتحارية وإسرائيلية اليوم اللي كتقوم بمهام استطلاع وحماية الحدود البحرية والبرية على مدار الساعة. الشراكة مع إسبانيا والولايات المتحدة، كاين تنسيق أمني ثلاثي مغربي إسباني أمريكي كبير بزاف. أي سفينة إيرانية أو تابعة لجهات مشبوهة كتحاول تقرب من المضيق كيتم رصدها والتعامل معها قبل ما توصل المغرب. هنا كيلعب دور الشرطي اللي كيحمي واحد من أهم الشرايين التجارية في العالم. المغرب سد الباب على إيران عن طريق الاستباقية عوض ما يتسنى التهديد يوصل للمضيق. المغرب حارب الأدوات ديال إيران في المنطقة، الدعم العسكري للانفصاليين، التغلغل المذهبي والتحالفات المشبوهة، وفي نفس الوقت قوى القدرات الدفاعية ديالو باش يفرض واقع أن مضيق جبل طارق منطقة تحت سيادة ومراقبة حلفاء موثوقين فقط. المغرب ما كانش غير عارف باللي كان مستبق، وكان مستبق الأحداث بخطوات استخباراتية ودبلوماسية دقيقة. المملكة المغربية كتعامل مع التحركات الإيرانية كخطر استراتيجي كيمس الأمن الروحي والأمن القومي في نفس الوقت. كيفاش المغرب بين أنه فاهم نوايا إيران في المنطقة؟ كشف الأجندات التوسعية مبكرا. المغرب كان من أوائل الدول اللي نبهت لخطورة استراتيجية إيران في شمال إفريقيا وغربها. إيران ما كتجيش ديما بالسلاح بشكل مباشر، بل كتبدأ بالتغلغل المذهبي، محاولة نشر التشييع في أواسط المغاربة أو المهاجرين في أوروبا لضرب المذهب المالكي اللي هو ركيزة استقرار المغرب. الدعم الدبلوماسي، استغلال قضية الصحراء المغربية ككارت للضغط على المغرب. هذا الشيء خلاه يقطع العلاقات في 2009 بسبب تدخل في شؤون البحرين، وفي 2018 بسبب بوليزاريو.
رصد العلاقات. إيران حزب الله البوليساريو أكبر دليل على أن المغرب كان عارف النوايا هو الملف اللي قدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة في 2018، واللي فيه تفاصيل دقيقة بالتاريخ والأماكن على زيارة قياديين من حزب الله لتندوف، توفير مدربين عسكريين لتدريب عناصر البوليساريو على حفر الخنادق واستعمال الطائرات بدون طيار، إرسال شاحنات سلاح عبر سفارة أو سفارات معينة في المنطقة. هذه المعلومات ما جاتش من فراغ بل من تتبع استخباراتي دقيق لسنوات. إيران ديما كتحلم تسيطر على الممرات المائية، مضيق هرمز، باب المندب عبر الحوثيين، وقناة السويس. المغرب عارف أن طموح إيران هو يكون عندها موطئ قدم في مضيق جبل طارق أو قبالة الساحل الأطلسي باش تهدد الملاحة الدولية في المحيط الأطلسي. تساوم القوى العظمى أمريكان وأوروبا من جهة الغرب. المغرب بذكاء سد هذه الثغرة بتقوية التحالفات مع إسرائيل، اتفاقية أبراهام والولايات المتحدة، لخلق جدارا صد أمني كيمنع إيران من الوصول لهذه المنطقة الحساسة. التحركات العميقة الأفريقية أو في العمق الإفريقي. المغرب عارف أن إيران كتستغل دول الساحل والصحراء اللي فيها عدم استقرار، لذلك المغرب نهج سياسة التعاون جنوب جنوب، بناء مساجد وتكوين الأئمة الأفارقة، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لقطع الطريق على الفكر الإيراني، الاستثمارات الاقتصادية اللي كتخلي الدول الإفريقية مرتبطة بمصالح حقيقية مع المغرب عوض الوعود الإيرانية. نقط مهمة جدا. المغرب كيتعامل مع إيران بالمنطقة الندية. ملي إيران حاولت تدعم الانفصال، المغرب رد بقوة في المحافل الدولية وصنف التحركات الإيرانية كتهديد للأمن الإقليمي، وهذا الشيء اللي خلى دول بزاف تأيد الموقف المغربي. في نظركم، واش كتشوف أن الطائرات المسيرة اللي كتحاول إيران توصلها للمنطقة هي أكبر تهديد حاليا، ولا كاين ما هو أخطر من هذا الشيء؟ يعني كتشوفوا أن الدعم ديال إيران اللي كانت دعمت به حزب الله وكيفاش قوات حزب الله في المنطقة، وأيضا حتى اليمن كيفاش يعني قدرت أنها تقسم اليمن وأنها يعني تدير واحد الفصيل تابع لها اللي هو الحوثيين. واش في نظركم لو أن المغرب ما كانش دار هاد الضربات الاستباقية لكن الآن في ورطة حقيقية مع انفصاليين تندوف، وأننا غنكونوا في أزمة حقيقية معهم؟ خلونا الآراء ديالكم في التعاليق.